السلام عليكم. عليك السلام، تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل بارك الله بك. صلى الله على محمد وعلى آله. يا شيخ، نعم. الآن مثل ما يقولون أهل السنة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على حق صلى الله عليه وسلم، فكيف يتزوج بنت عمر وعمر تزوج بنت علي؟ أتمنى أن تجاوب، لأن هذا السؤال دائما تزوج ببنت عمر. ألا تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ببنت حي ابن أخطب رئيس اليهود في خيبر؟ هذا عجيب. لماذا تزوج؟ من أين أصبح من شروط النبوة أن يكون أبو الزوجة رجلا صالحا؟ من عجب العجائب. لماذا قطعت وفررت عني يا أخي؟ منذ متى أصبح من شرائط النبوة أن يكون أبا الزوجة رجلا صالحا؟ النبي هو يرتكب المعاصي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بل ويرتكب الذنوب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون يرتكب معاصي، يرتكب أمور خلاف المروة، عبس وتولى. شخص الأعمى يأتي ولا يعطف عليه، وإنه يعبس على الأعمى احتراما للأمراء. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله إنه بل يعاقبه الله مرة بعد أخرى في القرآن الكريم. فنفسه ليس لازم أن يكون صالحا، ولكن أبو الزوجة لكن لازم أن يكون صالحا. منذ متى جئتم بهذا الدليل؟ من شرائط النبوة ليس عصمة الرسول ولكن عصمة أبو الزوجة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان حينما كان أبا سفيان رئيس الأحزاب ورئيس الأحلاف ورئيس المشركين في المعارك ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو زوجته ليس فقط مشرك، رئيس المشركين. تزوج بصفية بنت حي بن أخطب رئيس اليهود في خيبر. منذ متى أصبح من شرائط النبوة أن يكون أبو زوجة النبي من الصالحين؟ ليس هذا من شرائطه يا أخي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. السلام عليكم، تفضلوا.